ساعات حاسمة داخل الزمالك، وملف صلاح مصدق وصل للمحطة الأخيرة. النهاردة هو آخر موعد حددته المحكمة الرياضية الدولية كاس لإنهاء أزمة مستحقات المغربي صلاح مصدق مع الزمالك، لكن المفاجأة مصدق نفسه بقى في صف الزمالك. القصة بدأت بعد ما المحكمة طلبت من الزمالك واللاعب وفيفا إرسال الردود النهائية قبل انتهاء المهلة الرسمية النهاردة الثلاث. وفي الوقت اللي جماهير الزمالك كانت خايفة من استمرار عقوبة إيقاف القيد، الإدارة تحركت بسرعة وقدرت توصل لاتفاق تسوية رسمي مع اللاعب المغربي. الاتفاق تم بحضور محامي مصدق، وتم الاتفاق على جدولة المستحقات بطريقة تضمن حقوق كل الأطراف وتنهي الأزمة بشكل ودي. والأهم كمان إن محامي صلاح مصدق خاطب فيفا والمحكمة الرياضية بنفسه علشان يأكد إن الأزمة اتحلت وإن اللاعب متضامن مع الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد. يعني الزمالك دلوقتي قريب جدا من غلق واحد من أخطر الملفات اللي كانت مهددة النادي الفترة الأخيرة. يا ترى الأزمة انتهت خلاص ولا لسه في قرار مفاجئ في الساعات الجاية؟ فاير، أرو